السلام عليكم. النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمل بيتزا. معانا ايه؟ معانا 2 كيلو دقيق، معانا مج لبن على ميه، وطبعا هي هتعوز كمان واحنا بنعجن. معايا المقادير بقى العجن. معايا هنا معلقتين سكر صغيرين، نص معلقه ملح، معلقه بيكنج باودر، وكيس خميره. معانا طبعا الزيت ده في الاخر بيتحط على وش العجين. طبعا احنا فضينا دلوقتي الدقيق. هنعمل ايه بقى؟ طبعا هنحط عليها المكونات. تمام كده، خلطنا كل المكونات مع بعض. هنضيف عليها ايه دلوقتي؟ السوائل. اللبن دافي مع الميه، ماشي، بالراحه كده، ما تبقاش مره واحده. طبعا يا حبايب قلبي دلوقتي اتعجنت اهيت، وهنسيبها بقى ترتاح لحد ما تخمر. طب قد ايه؟ لحد ما العجينه تخمر. طيب هي خدت قد ايه ميه؟ اخدت 3 مجات وربع. طبعا كل دقيق بيختلف من مكان لاخر، يعني في دقيق بيقبل سوائل، في دقيق ما بيقبلش. العجينه تتغطى وتتحط في مكان دافي لحد ما تخمر. ماشي يا حبايب قلبي، دلوقتي احنا عاملين ايه؟ حاطين الصينيه عليها ماده دهنيه اي حاجه انت حباها. طب هننزل بايه؟ بصلتين كبار. هنقلبها شويه لحد بس ايه البصله ما لونها يبقى شفاف. 5 دقايق. طبعا لونها زي ما قلت لما بيبقى شفافي كده ننزل عليها باللحمه. قد ايه اللحمه ديت؟ نص كيلو. ده راجع لك انت بقى، عايز تعملي كيلو، عايز تعملي اللي انت عايزاه، ده براحتك. طبعا دي التوابل. نزلنا باللحمه على البصل. طيب هنحط توابل ايه؟ ديت 7 بهارات، معاها بهارات لحم، معاها قرفه، معاها بابريكا، فلفل اسمر، الملح طبعا حسب الرغبه، ومكعب مرق دجاج. هننزل بالتوابل. دي توابل اللحمه. تمام. توابل الصلصه، فلفل اسمر، بابريكا، ال7 بهارات، ملح زي حسب الرغبه، توم باودر وبصل باودر، وطبعا ما تنسوش معلقه سكر عشان الحموضه يا جماعه في التقليب. ماشي، هنسيبها بقى في الصلصه وهنرجع لكم تاني. طبعا يا حبايب قلبي ده الشكل النهائي بعد ما خمرت. زي ما قلت بتحط على وشها ريحه زيت، وبتغطى بكيس مشمع، وبيتحط عليها ايه؟ فوطه تقيله، بتحط في مكان دافي. تمام. دلوقتي ده الشكل النهائي. طب هنعمل ايه؟ هنقطعها على الحجم بقى اللي انت عايزه. طبعا احنا كده حطيناها على مقاس الصينيه اللي انت عايزاه. طبعا لازم تتخرم بالشوكه عشان ما تقلبش معاك في الفرن وتعمل زي الرغيف العيش. طبعا حابه اشكر كل اللي على القناه واللي داخلين جداد، بجد انتوا نورتوكم. طبعا الصلصه ما بتبقاش خفيفه يا جماعه، بتبقى تقيله. طبعا هننزل بقى باللحمه. زي طبعا انا مقطعه طماطم، الحشوه بتاعتها زي ما قلنا جبنه موزاريلا، ما قلناش احنا الحشوه بتاعتها جبنه موزاريلا، طماطم مقطعه، فلفل، معاك زيتون. عايزه اي صينيه، ده راجع لك، ما ترتبطيش بيه. انت عايز تعملي حجم كبير اعملي، عايز تعملي حجم صغير اعملي. طبعا الفرن بيكون والع وعلى نار متوسطه، لان البيتزا بتاخد نار عاديه، يعني ما بتبقاش نار واطيه، لا بتبقى نار متوسطه. طبعا يا حبايب قلبي بقوا جاهزين دلوقتي. فايه؟ هنحطهم على الارضيه بتاعه الفرن. ماشي، وهدي النار بقى. وكده يا حبايب قلبي وصلنا لاخر الحلقه بتاعتنا، لنهايه حلقتنا، وان شاء الله يا رب كده تنال رضاكم، واستنظرونا ان شاء الله في حلقات جديده. سلام عليكم.